تجربة قاموا بيها في مكان فيه طلاب، وهو إنهم جابوا طلاب أذكياء جدا وجابوا طلاب عاديين جدا وأقل من العادي ومش مهتمين بالدراسة، وقرروا إنهم يدوا الطلاب العاديين كلمات ممكن تتغير وتدي معنى تاني. يعني مثلا كلمة صبر ممكن مع التغيير تبقى بصر مثلا، وعطوا الطلاب الأذكياء كلمات صعب إنها تتغير ويبقى ليها معنى تاني عشان يحلوا الكلمات دي. وكانت المعلمة كل ما بتسأل الطلاب العاديين بيرفعوا ايديهم ويجاوبوا، والشباب الذكي كان عاجز ان هو يجاوب. وكرروا التجربة، وكان كل مرة بيصعبوا الكلمات على الطلاب الأذكياء، وكانت النتيجة ان الطلاب العاديين بيقدروا يجاوبوا والطلاب الأذكياء مش قادرين. وده كان محط استغراب للطلاب الأذكياء، ازاي الطلاب العاديين دول والأقل من العاديين بيجاوبوا واحنا لا. في المرة الثالثة بقى وزعوا على الطلاب العاديين والطلاب الأذكياء كلمات هي، يعني الطلاب العاديين والطلاب الأذكياء كان معاهم نفس الكلمات اللي لو غيرناها تقدر تدينا معاني تانية، أو بمعنى أصح الكلمات دي كان ليها حل. والمفاجأة لما جم يسألوا الطلاب كلهم، الطلاب العاديين بس هم اللي جاوبوا، أما الطلاب الأذكياء ما جاوبوش. وده نتج عن حاجة اسمها الشعور بالعجز والتوتر اللي حصل للطلاب الأذكياء نتيجة الكلمات الصعبة اللي تعرضوا ليها. وده أدى إن مخهم بالبلدي كده يقف، خلاهم يحسوا إنهم مش هيقدروا يحلوا الكلمات اللي بقت أسهل من الكلمات الأولانية، بدليل إن الطلاب العاديين قدروا يجاوبوا على الكلمات دي. ونتيجة إن الطلاب العاديين قدروا يحلوا الكلمات الأولانية ده حسسهم بالثقة، فخلاهم يكسروا حدود عقلهم وقدروا يجاوبوا على المراحل اللي بعد كده. وده يعرفك ان العوامل والاشخاص اللي حواليك قادرين ان هم يأثروا على تفكيرك ويأثروا على استجابتك ويدخلوك في حالة من العجز والاستسلام. وده بسببك برضو انت، لانك انت بتدي مساحة لنفسك ان انت تتأثر بالعوامل دي وتعجز نفسك وتشوف حجج لعجزك ده، لان كل حد فينا موهوب في حتة وشاطر فيها وبيقدر يبدع فيها. فهمتني ولا لا؟ سلام عليكم.